إعلان مدينة أسفي كمنطقة مكوبة، ونؤكد هنا على كون المطلب ديال الإعلان الندوة الصحفية التي تعقد اليوم بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هي مبادرة لأربع إطارات، هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالأسفي واتحاد المحامين الشباب بأسفي. المبادرة جاءت بناء على الفيضانات التي عرفتها مدينة أسفي والتي خلفت العديد من الخسائر سواء في الأرواح أو خسائر مادية. بادرنا كإطارات أربع أولا إلى سلوك مسطرة التقاضي الاستراتيجي في مواجهة رئيس الحكومة من أجل إعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة. كما تعلمون بأن قانون الكوارث الطبيعية يفرض على رئيس الحكومة من أن يعلن منطقة ما منكوبة لكي تستفيد من هذا الصندوق. للأسف الحكومة لم تبادر رغم هول الكارثة التي أصابت المنطقة إلى إعلان هذه المنطقة منطقة المنكوبة لكي يستفيد الناس من حقوقهم المشروعة في هذا الصندوق ديال الكوارث الطبيعية، سواء الأشخاص الذين ذوي الضحايا يعني الذين توفوا أو الذين ضاعت منهم خسائرهم، لأن ماشي دائما المواطنين محتاجين أن اللي يصدق عليهم، يعني كاينين حقوق ديالهم اللي خصهم يستافدوا منها. بالتالي بادرنا أكثر من تمت تعبئة أكثر من 200 محامي ومحامي على المستوى الوطني والذين وتقدمنا بدعوى رائجة الآن أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإعلان هذه المنطقة منطقة منكوبة. سبقت هذه الندوة الصحفية لقاء تواصلي بأسفي، انتقلنا إلى عين المكان والتقينا مع الجمعيات والإعلاميين والضحايا كذلك لنقف على يعني الكارثة والأرقام ديالها. بالتالي احنا متبعين هذه الدعوه امام المحكمه الاداريه في انتظار انصاف ساكنه اسفي وانصاف كل المناطق التي تصاب بكوارث طبيعيه من هذا النوع. في اللقاء ديال اليوم اختارنا انه نتواصلوا من خلال الندوه الصحفيه المنظمه ما بين المنظمه المغربيه لحقوق الانسان والجمعيه الوطنيه للمحامين بالمغرب اللي كيحتضن المقر ديال المنظمه، ثم كذلك اتحاد المحامين الشباب باسفي، واللي هي ندوة صحفية غادي نحاولوا من خلالها نسلطوا الضوء على العمل اللي تم القيام به في هذه الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بمحاولة التدخل والترافع من أجل أنه يكون هناك تدخل على مستوى مدينة أسفي باش يكون واحد النوع ديال الإنصاف الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي. أولا احنا في البداية كان رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كنعتبر أنه التدخل الملكي، نثمن هذا التدخل الملكي فيما يتعلق بالمساعدات التي تم تخصيصها للمنطقة. لكن في جانب آخر كاين واحد القانون اللي هو قانون ديال التعويض على الكوارث الطبيعية تم سنه من طرف المؤسسات التشريعية، وكنعتبر أنه الحكومة يجب أن تعمل على تفعيل هذه القوانين تجاه المناطق اللي كيوقع فيها نوع من الأضرار كمدينة أسفي. وكنعتبر كذلك على أنه اليوم منطقة يعني مدينة أسفي في حاجة إلى واحد النوع ديال جبر الضرر فردي فيما يتعلق بالتعويض على الممتلكات او الاضرار الماديه ديال المواطنات والمواطنين في مدينه اسفي، كذلك فيما يتعلق بالاسر ديال الضحايا اللي توفاو، وهذه مناسبه من اجل اننا نعزيوهم على اثر الفيضانات، ثم كذلك ما يتعلق بالبنيه التحتيه. الامر الثالث اللي ناكدوا عليه هو انه اللحظه اللي كنطالبوا اعلان ديال منطقه معينه او مجال جغرافي معين بانه يعني منكوب، راه ماشي سبه، ماشي معيوره، ماشي سبابه، بالعكس كاين واحد القانون ينص على انه باش منطقه معينه وساكنه منطقه معينه انها تعوض يكون عندها واحد النوع ديال جبر الضرر. المدخل القانوني اللي كاين هو انه يتم اعلان هذه المنطقه منطقه منكوبه، وبالتالي احنا نطالب رئيس الحكومه ونطالب الحكومه ونطالب السلطه التنفيذيه بضروره اعلان مدينه اسفي كمنطقه او كمدينه منكوبه من اجل انه يكون هناك واحد النوع ديال التدخل استعجالي وتدخل مباشر على مستوى جبر الضرر الفردي والجماعي في هذه المنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.